لذلك علينا إعادة النظر في ترتيب الأسرة، لأنهم يراهنون على هدم الأسرة، فإن هدمت الأسرة وأصابها هذا الوباء من الانفتاح وعدم الرجوع إلى الله وعدم التأسي بأهل البيت سلام الله عليهم، فقد استطاعوا أن ينتصروا علينا. وتلاحظ اليوم كثير من الشباب مثلا أو المجتمع بصورة عامة يقول لك يا معود هسه احنا هو شو مسوين احنا؟ هو لبس، هو حلاقة، هو ما شاكل ذلك، احنا شنو مسوين؟ الهدف أبعد من ذلك. الهدف يريدون تفريغ هؤلاء الشباب من الطاقة التي يمتلكونها، لأنهم خصوصا بالعراق يعتقدون بأن الإمام المهدي صاحب العصر والزمان هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، والذي يناصره هم أهل العراق. لذلك التركيز مو على كل دولة. هاي جنوب أفريقيا قدامك ولاحظها مركزين عليها، هاي الخليج قدامك طول بعرض مركزين عليها. لو التركيز فقط على العراق لأنها دولة الإمام المهدي سلام الله عليهم. يقول سماحة الشيخ اليعقوبي هذه دولة الإمام المهدي، العراق دولة الإمام المهدي، ولا يحق لأي فرد كان بإضعافه. لذلك هم يراهنون على إضعاف العقيدة، فإذا ضربوا العقيدة وضربوا المرجعية استطاعوا الوصول إلى مبتغاهم. ذلك علينا أحبتي، علينا أن ماذا؟ علينا أن نكون على قدر المسؤولية.